السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاخدكوا جولة من أجمل الأماكن اللي أنا روحتها بصراحة يا جماعة. يعني احنا عندنا أماكن حلوة في مصر يا جماعة، ايه تمام، وبنسافر برضو برا، بس عندنا الأماكن هنا أحسن من برا بكتير. يعني بصوا المناظر بتاعت مصر عاملة ازاي يا جماعة. عندنا يا جماعة النهاردة هاخدكوا جولة كده في جزيرة المعادي. طيب اللي ما يعرفش جزيرة المعادي دي فين، جزيرة المعادي دي موجودة على كورنيش النيل، تمام، قدام مستشفى القوات المسلحة. انت لو كتبت في السيرش حتى يجي لك جزيرة المعادي. طيب سريعا سريعا كده بقى ناخدكوا الجولة السريعة كده. اول ما بتخش، ده اول ما بنخش جزيرة المعادي، تمام، ممشى زي ما انتوا شايفين كده عليه كاربت، ولسه كل ده ما دخلناش الجزيرة من جوه. طيب اسعار التذاكر بتاعة الجزيرة، اسعار التذاكر بتاعة الجزيرة المعادي يا جماعة بتبدأ من 35 جنيه ل 50 جنيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال 35 جنيه ديت كل الايام ما عدا يوم الخميس والجمعة. طب يوم الخميس والجمعة بيبقى سعرها كام؟ يوم الخميس والجمعة بيبقى سعرها 50 جنيه. ايوه 50 جنيه للنفر. طيب ما ننساش بقى الاطفال. طيب الاطفال بيبقى برضو ليهم سعر خاص بيهم، بيبقى فري. بس ده بيبقى من سن كام لسن كام؟ من سن سنة لسن 10 سنين. طيب من سن سنة لسن 10 سنين ده فري، ملهمش تذاكر ان هم يدفعوها. زي ما انتوا شفتوا كده دخلنا الجزيرة. الجزيرة جميلة جدا جدا، فيها كل حاجة، فيها كل ما تتخيله، تمام. فيها مطعم، اول ما حاجة بيقابلك اول مطعم الريفي، والمطعم الريفي ده حلو جدا جدا، وبيتعمل فيه حفلات كمان، بيتعمل فيه حفلات بالليل. طيب اللي عايز يروح الجزيرة فترة العصر، يعني يبتدي من فترة العصر او فترة الصبح. هي المواعيد بتاعت في طفطف برضو زي ما انتوا شايفين كده، وفي الحاجات الجميلة اللي انتوا شايفينها اللي بتتركب ديت دراجات، وفي اللي هي الألعاب بتاعت الأطفال. طيب المواعيد بتاعت الجنينة برضو عشان تبقوا انتوا عارفين، بتبدأ من الساعة، تمام، الساعة 10 الصبح، تمام، لحد الساعة 12 بالليل. دي مواعيد الجنينة اللي هي ايه، جزيرة المعادي. تبدأ من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 12 بالليل. طيب الجنينة دي جميلة بقى، فيها ايه؟ بصوا بقى، فيها زي ما قلت لكم كل حاجة. طيب هي فيها مسجد، تمام، هنوريه لكم برضو في الفيديو، وهنوريكم مكانه، تمام. وفيها ايه تاني؟ فيها قاعة افراح، تمام، فيها قاعة افراح، وفيها حمامات سباحة. كل ده هوريه لكم في الفيديو، بس انا بوريكم كده دي الحاجات اللي هي بتتركب. طيب سعر الكلام ده كام اللي هو بيتركب ده؟ دوت اسعاره الربع ساعة بتبقى في من 25 جنيه ل 30 25 جنيه. آه ديت زي ما انتوا شايفين كده، دي خضرة جميلة هنا جدا جدا جدا. يعني لو واحد عاوز يخرج من جو الحر اللي في البيت دوت، والنور بقى اللي بيقطع ده، يتفرج على الجمال ده كله. عندنا حاجات حلوة جميلة جدا جدا يا جماعة في مصر. يعني بصوا بصوا حاجات جميلة جدا، ولسه هوريكم بالليل يعني كمان. بالليل بيبقى الجو عامل فيها ازاي، فيها حفلات، فيها كل حاجة. الجناين يعني واسعة واسعة كبيرة. ما جزيرة المعادي دي واسعة. وده المسجد يا جماعة اللي انا بقول لكم عليه، فيه مصلى للسيدات ومصلى للرجال على فكرة، تمام. هنا مهتمين بكل حاجة. ودي قاعة افراح، مش قاعة واحدة، لا ده كتير جدا جدا جدا، وهتشوفوا عرايس كمان وهم بيتصوروا، تمام. في عرايس كذا عروسة بسم الله ما شاء الله، يعني 4 عرايس او 5 عرايس كانوا موجودين معانا. دي قاعة افراح لو حابب ان انت تاخد فوتو سيشن. قاعة افراح، وفي قاعات افراح تانية كمان كتير، يعني ما تعدش يعني.
يعني من 4 ل5 ل6 كتير قوي. وفي بقى بخرة انت بتركبها، هوريها لكم برضو كده في الفيديو. تمام، زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، لما بمشي الممر دوت هلاقي بخرة بتركبها. هقول لكم بقى اسعار البخرة كام، اللي انت حضرتك لو عاوز تاخد تور كده، جولة سريعة في الجنينة، تمام، على النيل. كل حاجة هوريها لكم. ده مطعم يا جماعة، مطعم اسمه المطعم الإيطالي، اللي هو الإيطالي ريستورانت. ده مطعم إيطالي برضه، هنخشه كده وهنعرف أسعاره، وكاتب لكم كل حاجة يا جماعة، الأسعار كلها. ده بيقدم مشروبات، وبيقدم البيتزا، وبيقدم مشويات وكل حاجة. على فكرة يا جماعة، عشان بس ما تصدموش من الأسعار، انت دلوقتي البيتزات في المتناول من 55 جنيه. تمام اهو، ده اللي انا بقول لحضراتكم عليه. البخرة اللي انت بتركبها، سعر البخرة، تمام، في الربع ساعة 20 جنيه. تمام، بالكرسي. يعني هي ايه، انت لو خدت كرسي بتدفع 20 جنيه تيكت. تمام، اي ده اسمه مرسى جزيرة المعادي. زي ما انا بقول لكم كده، يعني هي كبيرة جدا. وده بقى الحاجات اللي هي ايه هنروح لها دلوقتي، حاجات اللي هي موجودة في المنيو. تمام، في كل حاجة موجودة. طيب اسعار البيتزات يا جماعة بيبقى من زي ما احنا قلنا من 55 جنيه ل 115 جنيه. آه ال 115 زي بتزاد زي التونه مثلا. لا، التونه ب 135 يا جماعه، نسيت اقول لكم، التونه ب 135 جنيه. بس دي الاسعار يعني في المتناول، يعني 55 جنيه ل 100 وكام ل 135. سالته برضه، قلت له ممكن ناخد الاكل وندخل البخر عادي ناكل؟ قال ماشي، مفيش مشاكل. فده عادي يعني بالنسبه له. مهم ان انت بتحافظ على ايه، نظافه المكان، عشان بيبقى جميل يعني. زي ما انتوا شايفين كده المناظر قدامكم. تمام، ده من بعد ما خرجت. لسه هوريكم حمامات السباحه. ده الطفطف اللي انا بقول لكم عليه بيتركب. تمام، تقريبا ب 20 جنيه بيلف الجنينه كلها. بصراحه، الحاجات اللي هنا يعني جميله جدا 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 ومشوقه يعني. لو عاوز تاخد اطفالك، تمام، خدهم معاك ووديهم وفسحهم. بصراحة هيتفسحوا لسه بالليل كمان، يعني بالليل تستمتع اكتر. في حفلات يا جماعة بتتعمل بالليل. تمام، تنورة ورقص شرقي و رقص صعيدي، تمام، ورقص نوبي. كل الحاجات دي بتتعمل هناك عندهم. ومهتمين بالبرامج الترفيهية، جميلة جدا جدا جدا. البرامج الترفيهية عندهم جميلة جدا جدا جدا. وحفلات يعني، بيجيبوا برضو مطربين. يعني كان في شيكو، كان برضو موجود، كان عامل حفلة هناك. كل الحاجات دي بقى فري. ركوب العجل برضو زي ما انا قلت لكم كده بيبدأ من 25 جنيه. تمام، الربع ساعة. زي ما انتوا شايفين كده، مهتمين جدا جدا بالحاجات دي. في ملاهي للاطفال برضو هنخشها كده. الملاهي جميلة جدا 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 يا جماعة. اللي حابب يتفرج على الملاهي جميلة جدا 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 جدا. فيها ديسكفري. وهقول لكم برضو الاسعار بتاعه الملاهي. يعني انا بوريكم كل حاجة في الجنينة. في طفطف كمان هوريه لكم. ده العجل. تمام، في طفطف اهو. ده قطر برضه اهو، تاني برضه بيركبوه بيلفوا بيه حديقة الحديقة كلها او الجزيرة.
هنخش دلوقتي على الملاهي. هوريكم الملاهي بتبقى عامله ازاي. دي الملاهي. تمام. فترة العصر بيبقى الناس برضو ما يعني ايه ما بتحبش تنزل ولادها في فترة العصر، ان هي تركبهم يعني عشان الشمس وكده. يعني زي ما انا قلت لكم، لو حابين تيجوا تعالوا الفترة اللي هي بتاعت العصرية جميلة جدا. هندخل برضو جوه الحاجات ديت. طب سعر التذكرة للملاهي اللي انتوا شايفينها دي كام يا جماعة؟ هو بيقول 50 جنيه. لما سألنا الراجل قال 50 جنيه. تمام. في ملاهي تانية برضو جميلة، والملاهي التانية دي جميلة جدا جدا جدا. هوريها لكم برضو، وفيها ديسكفري وفيها كل حاجة. وهوريكم برضو حمامات السباحة موجودة معانا. هوريها لكم وهقول لكم اسعار التذكرة ايه، وعاوز تيجي يوم ايه. والسيدات برضو ليهم يوم، يعني السيدات برضو ليهم يوم. تمام. تنسوناش يا جماعة باللايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس يعني. بصوا يا جماعة دوت برضو، لو حابين تتصوروا برضو فوتو سيشن. تمام. ولو حابين تتصوروا جوه الجزيرة دي ملاهي جرين بارك. الملاهي برضو جميلة جدا. هندخلها برضو هوريكم. بصوا هوريكم وهي مش شغالة وهي شغالة، يعني هوريكم الاتنين. تمام. انا اوريكم بس المنظر كده بتاع في زي ما انتم شايفين كده، ده التذاكر، في نطاطة، في كل حاجة بقى تلاقيها، يعني كل حاجة مصورينها. تمام. موجودة عندكم زي ما انتم شايفين كده اهو. والعاب برضو ما تخافيش على طفلك منها يعني. اما سألنا على سعر التذكرة في دي بقى اسعارها مختلفة شوية. اسعارها بتبدأ من 15 جنيه، تمام، ل 50 جنيه. كل لعبة ليها سعر تذكرة مختلف. تمام. دي عربية برضو بتشتغل. تمام. انا هوريكم برضو كل حاجة موجودة معانا عشان تبقوا انتوا معايا برضو في الفيديو. دي بصراحة يعني حاجات جميلة جدا هي معمولة. في بيت رعب كمان يا جماعة. تمام. دوت برضو لعبة برضو، بس دي فترة العصر. فطبعا زي ما ايه انتوا عارفين، اهو ده بيت الرعب اللي انا بقول لكم عليه. جميل برضو جدا. بس ايه اطفال صغيرة يا جماعة، يا ريت بعد اذنكم ما تودوهمش يعني. بصوا يا جماعة بقى، دي جميلة جدا جدا جدا. دي بيركبها الاطفال وبيمشوا بيها. دي جميلة جدا جدا. هوريها لكم برضو هم راكبينها يعني. دوت اهو. بصوا كده معايا. دي شكلها يعني امان بصراحة، يعني ما تخافيش يعني. ركبي طفلك عادي فيها، ما تخافيش. هو كده كده بيركب اتنين عادي. وديت كانت الملاهي. تمام. كل حاجة. بص الملاهي دي برضو ايه بتطلعك على ايه، على القعدة على النيل. تمام. هي كل يعتبر اسعار التذاكر واحدة يعني. فاهم مني يا جماعة. بصراحة لا يعني حاجة جميلة جدا جدا. اللي يروح هنا يا جماعة يعني يستمتع بالهدوء. الهدوء جميل جدا، والجو بيبقى جميل جدا جدا بالليل يا جماعة. الجو احسن طبعا من النور اللي بيتقطع ده عندنا، واحسن من الحر اللي بيبقى موجود عندنا في البيت ده. ده كده انا بوريكم ايه، عشان ده برضو حاجات كده. تمام. لعب واطفال وكده لو عاوزين تشتروا.
تمام، اسعارهم رخيصة، دول اسعارهم بتبقى رخيصة شوية. تمام. دي الحاجات برضو زي ما انتوا شايفين كده. لسه هاخدكم بقى لسه هنخرج، هنروح حمام السباحة. تمام. معلش انا مطول عليكم في الفيديو، انا عارف ان انتوا زهقانين عايزين تشوفوا بقية الجنينة، هوريها لكم والله كلها، بس انا بوريكم يعني ايه زي ما انتوا شايفين كده قدامكم كل حاجة بالتفصيل. دي الالعاب كلها، انا بوريكم الالعاب كلها عشان تبقى انتوا برضو ايه شايفين، يعني كأنكم دخلتوا الجنينة. في ناس تانية بتعرض الفيديو بس ما بيطولوش كده، بيبقوا بينجزوا يعني سريعا سريعا. لا انا بوريكم كل حاجة بالتفصيل، يعني بوريكم كل حاجة بالتفصيل يا جماعة. دي بقى دي بتتركب برضو، ده حصان دوت وجرر زي كده حاجة كده زي الطفطف، بيركبوه بس بحصان. ده ما هوريهولكوا برضو. بصوا يا جماعة، المكان ده بقى هنروح لحمام السباحة. تمام، بس هنوريكم بس الأول ايه الجناين الجميلة ديت. تمام. هو هنا بصراحة لقيت أكتر من عريس وعروسة بيتصوروا، ما شاء الله يعني الجو بيشجع بصراحة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، دي قاعات برضو هناك، يعني كله قاعات، يعني اللي عاوز حابب يحجز هنا في اللي هو المقفول، القاعات المقفولة والقاعات اللي هي المفتوحة، كله على حسب. بس هما بيقولوا ان هي في اسعار باكج كده مخصصة للعرايس، عاملين لهم خصم يعني. دي قاعة اللي هناك دي هنروحها برضو، قاعة جميلة جدا جدا، قاعة افراح، بيتعمل فيها افراح، واللي عاوز بيصور فيها بيصور. هوريها لكم كده، بس هما كانوا بينضفوها ما كناش عارفين نخش دلوقتي، بس هوريها لكم يعني. وريكم كل حاجة موجودة في الجنينة، يعني جنينة كبيرة جدا على مساحة كبيرة جدا جدا، وكنتش اتوقع ان هي جميلة جدا جدا، ما كنتش اتوقع ان هي جميلة جدا كده يعني. بصوا دي اسمها جراند بلازا تقريبا. هما بيهتموا قوي بالحاجات ديت وبيهتموا بالنظافة جدا جدا جدا. اهي زي ما انتوا شايفين كده اهي، دي قاعة افراح جميلة جدا برضو زي ما انتوا شايفينها كده. اهم بينضفوا اهم، بقول لك بيهتموا يا جماعة بالنظافة يعني. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، دي القاعة. هوريكم برضو حمام السباحة واسعار التذاكر بتاعته وكل حاجة. جنينة كبيرة كبيرة جدا يعني اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى إيه، احنا خرجنا. بصوا في مطاعم كتير قوي، المطاعم كتير يعني، في كل حتة نروحها نلاقي مطاعم. مطاعم على نقول بحيرة، يعني نقول يعني جزيرة ما شاء الله ما شاء الله كبيرة جدا جدا جدا. هاخدكم واوديكم حمام السباحة دلوقتي، بس هوريكم كده، بوريكم المناظر يعني بتاعت الجزيرة. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده. يعني يا جماعة
يا ريت نوفر فلوس السفر وكده والمصايف وكده. المصايف بقت غالية جدا يعني. عندكم حاجات ايه جميلة جدا جدا في مصر ايه، استمتعوا بيها. بصراحة يعني انا قضيت يوم جميل جدا جدا جدا. اهو بصوا يا جماعة، ده زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. كمان النخل جميل جدا. تمام. ال- على فكرة الحمامات السباحة هناك يعتبر يعني ايه، مهتمين بالنساء اكتر يعني. يعني مهتمين برضو بالنساء اكتر، السيدات اكتر. وبرضو الصغيرين يا جماعة. وبرضو لو حابين برضو تودي ولادكو ان هم يتعلموا باشتراكات برضو، تدفع اشتراك وبتروح. بصوا يا جماعة دوت، برضو في كل حتة تمشي فيها تلاقي يعني حاجات جميلة جدا بصراحة. اللي حابب يصور حاجات جميلة. معلش انا بطول عليكم برضو عشان تبقوا انتوا ايه معايا وشايفين كل تفصيلة وتفصيلة في الايه دي. صالة جيم يا جماعة اهي، ساونا اهي، وفتنس رياضة. برضو ليها اسعار تذاكر برضو خاصة، بس انا ما يعني لقيتها مقفولة ما سألتش. بصوا، يعني حاجة جميلة جدا جدا دوت. ووتر بارك اهي. حمامات السباحة بقى يا جماعة. طيب اسعار حمامات السباحة. آه طيب للسيدات بس عشان يبقوا عارفين، يوم الاثنين ليهم مخصص بس، يعني يوم الاثنين السيدات بس. تمام. طيب هي بتبتدي من الساعة كام للساعة كام؟ هي بتبتدي من الساعة 8 لحد الساعة 12. تمام. ومن واحدة لتلاتة. تمام، من 8 ل 12. خلاص. سوري، من الساعة 10. انا اسف، من الساعة 10 لحد الساعة 12. من 10 ل 12. تمام. ومن واحدة لتلاتة. خلاص. دي العرايس اللي انا قلت لكم عليها. تمام. يبقى احنا قلنا كده يا جماعة، السيدات بتبتدي من الساعة كام؟ بتبتدي من الساعة يوم الاثنين. تمام. من 10، من الساعة 10 لحد الساعة 12. تمام. ومن واحدة لتلاتة. طيب دي بالنسبة للسيدات. طيب بالنسبة للأطفال بقى، كل يوم الأطفال كل يوم. تمام. الأطفال كل يوم. طيب سعر التذكرة كام بقى يا جماعة؟ بس آخرهم تلاتة يا جماعة، هما فترتين. طيب اليوم الساعة، لو حابين يلعبوا ساعة بالنسبة للأطفال في حمام الصغير اللي أنا وريته لكم، بيلعبوا الساعة ب60 جنيه. يبقى انتوا كده عرفتوا ان الساعة بكام؟ ب60 جنيه. بالنسبة للأطفال، يعني بالنسبة للأطفال الساعة ب60 جنيه. تمام. في الحمام الصغير. طيب اليوم كامل بكام؟ يبقى احنا قلنا كده الساعة ب60 جنيه. تمام. طيب بالنسبة بقى لليوم كامل اللي هو الفترتين، ب100 و130 جنيه. ب100 جنيه و130 جنيه. 100 للطفل. تمام. و130 جنيه للكبار. تمام. دي بقى زي ما احنا كده رحنا، ده الريف اللي هو زي ما بيقولوا الريف العربي. بيعملوا فيها حفلات جميلة جدا للأطفال زي ما انتوا شايفين كده. تمام. اهو اللي عاملين حفلات جميلة جدا جدا. أطفال حتى فرحانة اهي.
تاخد اطفالك وتروح، لا بتبقى حاجة جميلة جدا، بالذات بالليل يا جماعة، بالليل الجو جميل جدا جدا. طيب انا كده قلت لكم على اسعار التذاكر اللي هي بتاعت حمام السباحة، تمام، والايام قلنا يوم الاتنين بس هو اللي بيبقى مخصص للسيدات، بقية الاسبوع عادي. تمام، اهو زي ما انتوا شايفين دي بقى بالليل، ده حفلات برضو بتتعمل بالليل. تمام، دي كافيتيريا برضو. بوريكم كل حاجة بالتفصيل عشان تبقوا انتوا ايه برضو معانا. ده مسرح، ده مسرح بيتعمل فيه تنورة ورقص شرقي وبيجيبوا مغنيين كمان بيستنوا بقى وزي ما انتوا شايفين كده، دي التنورة. تمام، التنورة كانت جميلة جدا جدا. تمام، وفي برضو رقص شرقي وفي رقص صعيدي ورقص كل حاجة كل حاجة تلاقوها هنا، اكنك رحت شرم الشيخ، يعني اكنك دفعت فلوس واكنك رحت شرم الشيخ وسافرت، تستمتع حتى. بص الاطفال يعني فرحانين يعني. تعالوا بقى اخدكم فين بعد التنورة كده، هاخدكم على ايه، على اوريكم برضو الرقص الشرقي، الحفلات يعني. بصوا يا جماعة، يعني الراجل ده بصراحة الواحد بيتعب له، مش عارف بيعمل ازاي الكلام ده، بس الواحد بيتعب له. ده رقص صعيدي اهو زي ما انتوا شايفينه كده. هو بيعمل لك برنامج، يعني البرنامج ده مجانا لا بتدفعش فلوس فيه، قاعد وبتتفرج، عايز تقعد في الجنينة تقعد في الكافيه تتفرج زي ما انت عاوز، ما حدش بيقول لك حاجة. الحاجات دي مجانية، تدفعش فيها فلوس. تعالوا بقى اخدكم اوديكم فين، اوديكم الملاهي اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بتشتغل بالليل ديت، اوريها لكم بقى بالتفصيل وهي شغاله بقى. انا اوريها لكم، احنا وريناها لكم قبل ما تشتغل، هوريها لكم بقى وهي شغاله. تمام، طيب اهو نطاطه اهي. تمام، وادي الالعاب اهي قدامكم زي ما انتم شايفين كده اهي. دي الحاجات اللي هي ايه اللي ما كانتش شغاله، حبيت ان انا بقى اوريها لكم اهي. ادي العربيات اهي كمان. طيب احنا زي ما احنا قلنا كده اسعار الحاجه بتبتدي من 15 ل 50 جنيه، كل لعبه ليها سعر لوحدها. اهو زي ما انتوا شايفين كده. منظر طبعا بالليل غير بالنهار. دي الديسكفري. تمام، اهو الديسكفري اهو. بس كنت عاوز اصور لكم بيت الرعب من جوه بس ما عرفتش، بس هو بيقولوا حلو يعني. اهو ده الديسكفري يا جماعة، اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا قدامكم دي الملاهي اهي وهي شغالة، يعني حاجة جميلة جدا 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 يعني زي ما انتوا شايفين كده يعني قدامكم اهو. بس كله فرحان يعني، ولاد شباب بنات كله، بص يعني حاجة جميلة جدا. دي عندنا في مصر حاجات جميلة جدا يا جماعة ايه. بيت الرعب اهو، ملاهي، يعني دي اكبر حاجة انا شفتها لحد وقتنا هذا يعني. جزيرة المعادي دي اكبر حاجة. تعالوا بقى اوريكم البتاع اللي هي شغالة اللي هي بتاعت الاطفال دي برضو، وهم سايقينها اهي زي ما انتوا شايفين.
يا جماعة انا عايز بعد اذنكم بس ايه اللي حابب يشترك عندنا وينورنا ينورنا في القناة. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا قلت لكم يعني خدتكم في جولة من اجمل الجولات اللي انا عملتها في جزيرة المعادي. يعني جزيرة المعادي جميلة جدا جدا جدا، وانصح الناس ان هي تروح. هي الاسعار غالية، مش هنقول مش غالية. تمام. بس هتستمتع، يعني لو خدت عيالك مثلا يوم كده هتستمتع. تمام. اللي بيخليك تصرف في المصايف وتروح وكده وتسافر. طب ما هو عندك حاجات جميلة جدا جدا عندنا في مصر اهو زي ما انتوا شايفين كده. يعني حاجة جميلة جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله.